لو كان تكون عندك موهبة في البالون لدرجة وين تقدر تكون جوار بروفيسيونيل بالتمسخير، دراهم البالون، دراهم لي سبونسور، تدخل اكثر من $1,000,000 في العام وعايش لا بلفي. بصح تجيك اوبورتونيتي باش تدخل دراهم دوبل، ماشي الدوبل برك، تريبل ولا فوا ديس كاع، بصح بطريقة غير قانونية، ولا اوبورتونيتي باش تبيع الزطلة وعفايس هكا. اسكو راح تسمح في حياتك الشابة هذه اللي راك عايشها باش تدخل دراهم كثر؟ بيان سور لا، واغلبنا راح يقول لا. بصح الحمار اللي راح نحكوا عليه اليوم قال كوينسي بروميس، الجوار اللي كان قادر يوصل يدي بالون دور بالتمسخير. وكي راني نقول بالتمسخير راني نمعنيها، باسكو السيد كان يطير من المقله. بصح خلصت عليه معتزل باسكو دخل الحبس وراح بوحده طويله. والسبه علاش؟ كان عريان ويبيع الزطله ويلعب بالون في نفس الوقت، وماشي يبيعها برك، باسكو كان واحد من اكبر المروجين تاع الغبره في اوروب. المهم قبل ما نبداو كالعاده ما تنساش تخلي لايك في طريقك، واذا عجبك الفيديو تبارطاجيه مع اصحابك، وهذا ما كان يلا نبداو الفيديو. كوينسي أنتون بروميس زاد في 4 جونفي عام 1992 في لاهولند. عاش وتربى تما من فاميليا لاباس بيها. السيد ما كان خاصو والو. باباه عاش في سورينام اللي جايه اكزاكتومون هنايا وين راك تشوف في الماب، وكان يلعب بالون وكان جوار بروفيسيونيل تما. وبعد ما كمل لا كارير تاعو قرر يروح يعيش في لاهولند. دوكا ما على بالناش اسكو تزوج في سورينام وراح يسكن في لاهولند، ولا راح يسكن في لاهولند باش تزوج. بصح في كل الاحوال وليدو زاد تما، زاد في لاهولند وتربى تما. وكوينسي كيف فتح عينه للدنيا كان يشوف غير بالون. باباه يلعب بالون ويتبع بالون وقاعد يعلم فيه يلعب بالون. دونك مادام باباه يتنفس البالون تسمى وليدو باينه بلي من صغره راح يبدا يتعلق بالبالون. وكما كان الحال من صغره دخل يلعب وبدات تبان الموهبه تاعو من عمر صغير. وباباه كان واقف عليه بيان سور. وصل لدرجه وين شافوه اياكس امستردام وداوه يلعب معاهم. صح الولد كانت عنده موهبه، بصح شخصيته كانت على عكس ما توقعت ليكيب كومبلي. الولد كان يدخل في مشاكل كبار عليه في الحومه، وكان يدور مع ناس عيانين، وفي نفس الوقت كان لسانه طويل بزاف، اللي يهضر معاه في ليكيب يرجع له 10. بمعنى واحد اخر كان الولد عريان من الاخر. وما طولش بزاف معاهم حتى تحاوز، وما قالوش السبه علاش، قالوا برك باللي الولد الكومبورتمون تاعو عيان، وماشي الجوار اللي يقدر يكون جوار بروفيسيونال ولا جوار اللي يتكلوا عليه باش يكون جوار بروفيسيونال. وعلى حسب الشوفه عندهم الحق شويه برك، باسكو رانا جايين للمستقبل وتشوفوا واش صرا. وباسكو بروميس قدر يولي جوار بروفيسيونال بصح بطريقته الخاصه. بروميس بدا لا كارير تاعو في ايكيب تاع حومه اللي واحد ما يعرفها اسمها دي سي جي امستردام. ومنها كما قلنا من قبل شافوه اياكس امستردام عجبهم وداوه يلعب معاهم. وما طولش عندهم وتحاوز للسبه اللي واحد ما يعرفها، جوست قالوا الكومبورتمون تاعو عيان. بعد ما تحاوز خلاص دار اسم الولد، لعب في اياكس امستردام. كيما احنا عندنا هنايا تلعب في بارادو ولا في مولوديه ولا في الياسما ولا في سطيف ولا في لي زيكيب الكبار هذوما تبني اسم لدرجه وين لي زيكيب التحتانيين تاع لي ديفيزيون اللي من تحت يولوا كاع يحوسوا عليك. ونفس الشيء صرا مع بروماس. وحتى باباه كان يجري عليه، كان حاب وليدو يولي فوتبولر، وقد ما حوس لقى بزاف لي زيكيب بصح اللي عجباتو كامل اللي هي ايكيب اسمها اف سي 20 ايش اسمها 20 ايكيب اسمها 20. في هذاك الوقت كان في عمره 19 سنه، ومن قوه كان مليح عيطوا له ليكيب ناسيونال تاع هولندا تاع الاقل من 19 سنه، وبدا يلعب معاه. وحتى ليكيب تاعو كان عجبهم الحال، مادام عندنا جوار راهو يلعب في ليكيب ناسيونال. وبداو يطلعوه ليكيب الاولى ويسيوه يلعب، وبقى هكذا حتى دار 21 سنه وين اوفيسيال بدا يلعب مع ليكيب الاولى تاع 20. هنا بروميس بدا يولي النجم تاع الفريق. بصح ليكيب بداو يشوفوا فيه عفايس ماشي نورمال. حبيبنا بروماس كان عريان كيما قلنا، وقد ما يكبر كان يكبر همو معاه، باسكو كي كان في عمره 21 سنه وين بدا يلعب مع ليكيب الاولى بدا يتمعمع بزاف مع عصابات الاحياء، ورجع يدور مع ناس اللي يبيعوا الزطله في الحومات. وليكيب تاعو ريماركات هذا الشيء. اي الاداره تاع توانتي بداو يوصلهم واحد الاخبار يقول لك باللي بروماس هذا راهو يبيع الزطله مع اصحاب الزطله، تسمع ماشي راهو يدور معاهم برك، راهو قاعد يبيع معاهم. وهنا بداو يروحوا يجبدوا معاه السوجي. اسمع راك تلعب بالون، احنا ايكيب بروفيسيونال نلعبوا في بريمي ديفيزيون، راك تعرف اقطع على هاد الناس خليك بيان. بصح العزيز بروماس كان دائما يبدل لهم سوجي ولا ما يهضرش معاهم في السوجي كاع، بلا ما ننساو بلي كومبورتمون تاعو ما كانش كومبورتمون تاع جوار بروفيسيونال كامل. وحتى ليكيب كانوا متحملينه لدرجه كبيره، لدرجه وين خلاص ترتق فيزيبل في راسهم وقال لك سي بون
هاد الجوار لازم نتهناو منه. وقرروا يبعثوه اعاره، وهنا بداو لي زيكيب يتضربوا عليه حرفيا. لي زيكيب كامل تاع دوزيام ديفيزيون بيان سير، باسكو راهو جايهم جوار من بريمي ديفيزيون وكان ستار تاع ليكيب. في الاخر حبيبنا بروماس خير واحد ليكيب اسمها ايجلز، ماشي باسكو عجبوه، باسكو يقدر يكمل البيزنس تاعو اللي راهو يدير فيه خلف الكواليس معاهم. راح يلعب معاهم نورمال، حتى بداو يشكوا باللي الجوار هذا ماشي نورمال، وقيلا توانتي حشاوها لنا، وقيلا عطاو لنا جوار اللي الخدمه تاعو يبيع الزطله، ماشي يلعب بالون. وكيما على بالنا بروماس خيرهم باسكو يقدر يمشي البيزنس تاعو خلف الكواليس في هذيك الحومه. بصح في نفس الوقت كان يلعب مليح، وهذا الشيء اللي خلاهم ينيوريو العفايس الاخرين كامل. اون بليس لونطرينور اللي كان حاكمهم هذاك الوقت هو إيريك تنهاغ. هذا لونطرينور اللي في المستقبل راح يدير حاله مع اياكس وراح نوصلوا لها، من بعد يتقبها مع مانشستر يونايتد، وحاليا راهو مع بايرن ليفركوزن. المهم نعاودوا نقولوا العزيز كوينسي بروماس اللي هذاك العام كان داير حاله، هذاك العام هو العام اللي ترتق فيه. لعب 26 ماتش، ماركا 17 من بيت، وحرفيا كان رافد ليكيب على ظهره. ليكيب كانت في الدوزيام ديفيزيون وما كانتش ناويه تطلع كامل، بصح بروماس كان عنده راي واحد اخر كامل. سيد من قوه دار حاله معاهم وكان يماركي بزاف، ولاو يعيطوا له بروميسي، يعني بروماس ميسي خلطهم. هكذا كانوا يشوفوه لي سيبورتر تاع ايجلز. وكيما كان الحال ليكيب طلعت البريمي ديفيزيون ولحق الميركاتو، ومادام كان اعارات تسمى ما يقدرش يكمل معاهم، تسمى عاود رجع ليكيب تاعو. وبيان سير ايجلز ما قرروش يجددوا العقد ولا، باسكو تهناو منه، قالوا لهم ردوا المصيبه تاعكم ما نستحقوهش. ماغريكو كان جوار مليح بصح قالوا لهم ما نستحقوش، ادوه علينا. وهنا بعد ما رجع ل20 يقدروا يتفاهموا سوم هاو، ما بالش اسكو يخباو عليه، اسكو ما كانوش دايرين في بالهم باللي السيد راح يتطور اكثر، اسكو كانوا يقولوا باللي بالك راح يستعقل، الله اعلم. المهم كمل لعب معاهم سيزون وماركا 11 من بيت. وفي نفس العام هذاك عيطوا له ليكيب ناسيونال الاولى باش يبدا يلعب معاهم. ايماجيني دوكا جوار يلعب مع ليكيب ناسيونال تاع لا هولند، وفي نفس الوقت قاعد يجيري بيزنس خلف الكواليس، بيزنس اللي تدخل له دراهم اكثر من البالون. بعد ما خلص السيزون تاع 2014 اللي دار فيها حاله مع 20 وليكيب ناسيونال، بداو يجوه لي زوفير من كاع لي زيكيب، حرفيا كاع لي زيكيب الكبار بداو يشوفوا البوتنشال اللي يقدر يوصل له هذا الجوار، وكامل حبوا يتعاقدوا معاه. ليفربول، السيتي، البايرن وبزاف اسماوات كبار واحد اخرين كانوا يتضاربوا عليه باش يدوه. بصح بروماس كيما على بالكم عنده بيزنس خلف الكواليس ما يقدرش يسمح فيها. ولي زيكيب هادو كامل ما ساعدوش، باسكو ما يقدرش يروح للانجليزي يجيري البيزنس تاعو تما، ولا في الالمان، ولا ليسونسيال ما راح حتى ايكيب من هادو. وين راح؟ سبارتاك موسكو. خلى كامل لي زيكيب الخشان وراح لسبارتاك موسكو، باسكو في الروس البيزنس تاعو بدا يتطور. السيد عنده شهرة، بدا يعرف ناس جدد، بدا يدخل بزاف في المعمعة تاع التهريب، ماشي تاع يبيع زطلا خلاص نبيعو بكري دوكا ولينا نهربو. وحتى لهنا سبارتاك موسكو مازال ما فاقوش به، ولا فاقوا به وخباو عليه ما على بالناش. 20 كي باعوا لسبارتاك موسكو كانوا دايرين في بالهم باللي عنده علاقه مع اللي يبيعوا الزطله، بصح ما كانش على بالهم باللي السيد راح يفولفي ويولي هو اللي يدخل الزطله لاوروب. بروماس مع سبارتاك موسكو رجع جوار خشين. الولد الدوري الروسي كان يمشيها على صباعته ولا شغل حطوا فيه جيبه. لعب معاهم 5 سنين، ماركا 78 بيت ودار 50 اسيست. جوار هذا ما يصلحش يلعب في الروس ليكيب، باسكو كل ما تخلص سيزون من هاد ال5 سنين كانوا يتضربوا عليه لي زيكيب الكبار، كاع حابين يدوه، ويقول لهم ما نجيش. في 2018 بعد ما كمل 5 سنين مع سبارتاك موسكو قرر يبدل ولا يبدا تشالنج جديد كما يقولوا. وفي الصيف هذاك لي زيكيب كامل قاعدين يتضربوا عليه كالعاده. بصح راح الايكيب اللي ما تجيش في راسك كامل، ايكيب ما راهيش في التير الاول، ما راهيش في التير الثاني، ولا نقدروا نقولوا راهي في التير الثاني اللي هي اشبيليا. دونك سينيا كونطرا مع اشبيليا وراح جوز عام تما، ويا درع علاش راح تما، ما على بالناش علاش راح تما، ليسونسيال راح تما. المهم ما دار والو هذاك العام، ماركا غير 3 بيوت في ال5 لي ماتش اللي دخلهم، دخل في الكواليس كشما جيرا هاكو تعرفوا. المهم كره حياته، دخل غير 5 لي ماتش، الباقي كامل جوزهم في القاريطه.
وكي خلاص العام قال لهم غير نتوما اللي ما نبقاش معاكم. كي خلاص العام عاودوا ولاو يعيطوا له لي زيكيب، وهاد المره ما راهمش يضربوا عليه لي زيكيب الكبار باسكو تقبها وما دار والو. بصح عيطوا له ايكيب اللي حاوزوه في الاول، عيطوا له اياكس امستردام. بصح ماشي هما اللي عيطوا له بنفسهم، عيط له لونطرينور اللي كان معاه في ايجلز واللي هو إيريك تنهاغ. كما كان الحال جابوه وبدا يلعب معاهم، وكان هذا احسن عام لعب فيه بالك في المسيره تاعو كومبلي، ولا باش نبريسيزيو احسن عامين لعبهم في المسيره تاعو كومبلي. وفي العامين هادو حرفيا واحد ما شك فيه باللي كان يخدم في التهريب ولا كذا، باسكو كيما قلنا الاداره تاع توانتي كانوا شاكين فيه، بصح اياكس ما على بالهمش. وبروماس دوكا تطور، ما راهوش يبيع الزطله، راهو يهرب، وفي نفس الوقت راهو يلعب جوار وراهو داير حاله وراهو يترتق. ما عندهمش كامل مجال يشكوا فيه بلي راهو يدير عفسه هكا. بصح كيما قلنا ما كاش اللي يقدر يخبي الشخصيه هذه لوقت طويل. وفي عام الدوزيام مع اياكس بعد ما جوز العام الاول راح تصرا حاجه اللي تجبد له كامل واش كان يدير خلف الكواليس سلسله. في وحده من الايامات العاديه كان مجوز ليله مع فاميلتو، واكزاكتومون في لانيفرسار تاع وليد عمو، وكانوا قاعدين هو وليد عمو قصره والشراب حتى سكروا للزوج. ومن بعد وليد عمو بدا يزيد معاه في الهضره، وبدات تسخن الهضره بيناتهم لدرجه وين الاخر يقول له دوك نقت لك، وهذاك يقول له سي زهرك، يقول له دوك نقت لك، والاخر يقول له سي زهرك، حتى راح يقتلوه. صح العزيز بروماس هو سكران ولا مزطول ولا ما عندناش لي ديتاي، حكم الموس وراح يجري مور وليد عمو. وليد عمو سيا يهرب، بصح حكمه وعطاه للجون، ولا ماشي للجون اللي قامو كروازي، قطع له رجله من الاخر، ولا كيما يقولوا بالعربيه الرباط الصليبي. بصح وليد عمو هذاك النهار قدر يهرب منه، وهنا اللي بدات الحاله تخرج عن السيطره. غدوه من داك بروماس ناض وراح يكمل حياته عادي، راح يونطريني نورمال حتى لقى لابوليس يستناو فيه عند الباب تاع الصطاد. ما عطاولوش بزاف لي ديتاي، قالوا له برك باللي وليد عمك شكا بيك باسكو عطيته بموس ليسونسيال القضيه تاع طعن، راك شايف. وباينه باللي حبيبنا بروماس قال لهم ما درتهاش، ووكل محامي وقال باللي سي بون شغل القضيه هذه راح نخرج منها. وليد عمو كان حرفيا شاحن فيه، باسكو قال لهم باللي السيد هذا راهو مهرب كبير تاع كوكايين في لوروب، ماشي في البلاد برك، ماشي في لا هولند برك، في لوروب تسمى ترتقها ديراكت. هنايا لا بوليس ما جبدوا له والو عليها، وبداو التحقيقات تاعهم من تحت لتحت، باسكو باينه بلي ما مشي يقولوا له في وتشو انت مهرب، باينه بلي ما راهوش رايح يستعرف، وياه راح يولي شغل ياخذ الحذر تاعو كتر. ليسونسيال شكوا فيه صح، باسكو كاين بزاف عمليات تاع تهريب تاع مخدرات قاعدين يصراو في البلاد، وما على بالهم شكون هو السيد اللي راهو موراها. ولاو يديروا عفسه اللي نورمالمون ما يديروهاش، ولاو يتعقبوا كامل الاتصالات تاعو اللي يديرهم في التليفون. وكي بدات تمشي القضيه هذيك، المحامي تاعو قال له باللي شوف الحبس راح تجوزو وما راح نقدر ندير لك والو على هذه، نقدر برك نسي كيفاش نخفف لك من الفتره تاع الحبس. دونك بروماس كي بدا يشوف فيها اللوش واش دار، عاد يستنى وقتاش يدخل للحبس. بيان سور لا عنده بلاصه يروح ليها. وشنو هي البلاصه هذه؟ الروس. كما كان الحال رفد كابتو وديمارا للروس. علاش؟ باسكو الروس ماشي مسينيين في الاتفاقيه تاع تسليم المجرمين لا هولند، يعني مادامو قاعد في الروس واحد ما راح يدنا عليه. وبعد ما هرب للروس في نص العام سينيا مع وحده من لي زيكيب تاع الروس، ونورمالمون عرفتي واش من ايكيب. ليكيب اللي لعب فيها من قبل في الروس باينه سبارتاك موسكو. في سبارتاك موسكو زاد لعب 4 سنين واحد اخرين، والسيد من الكوتي تاع البالون كان مازالو يطير، النيفو تاعو ما حبش يولي للور. في هذا 4 سنين لعب 77 ماتش، ماركا 48 بيت. وفي الاشهر الاولين تاعو مع سبارتاك موسكو لا بوليس تاع لا هولند كانوا مازالهم يحققوا في القضيه تاعو، سورتو في الكوتي تاع الطعن تاع وليد عمو، كانوا حابين يجيبوا عليه دليل، وثاني يحققوا في واش قال لهم وليد عمو اللي هو السيد هذا مهرب تاع هيروين ولا كوكايين. ومادام كانوا يتصنتوا على كامل الاتصالات اللي يديرهم، قدروا يدوا دليل باللي صح هو اللي طعن وليد عمو. وهذا الاتصال كان مع باباه، كان يهضر مع باباه نورمال، من بعد جبد له على السوجي وقال له باللي اسمع هذاك النهار كنت حاب نقتله،
ماشي غير نقطع له لي غامو كروازي شغل عنده الزهر كيقدر يهرب، باسكو لو كان ما هربش كان راح يموت تما. وهاد المكالمة داوها دليل وهي اللي شهدت ضده في المحكمة هذاك النهار، وين حكموا عليه ب 18 شهر غيابي. بصح ما عندهم ما يديروا له، باسكو السيد كان في الروس، وواحد ما راح يجيبوه من الروس غير اذا دخل برجليه، ولا راح لكاش بلاد اللي عندها اتفاقيه تاع تسليم المجرمين مع لا هولند ويقدروا يجيبوه من التل. وكما كان الحال 4 سنين اللي قعدهم في الروس ما جابوهش. بصح واش جابوا دلائل جدد باللي السيد صح يخدم في تهريب الكوكايين، وما جابوش غير دليل واحد ولا زوج، جابوا بزاف، باسكو يحكموا فاميلته في اسبانيا ولا اكزاكتومون في اشبيليا اللي معاهم حموله كبيره تاع كوكايين. وهنا عرفنا علاش راح يلعب في اشبيليا. وزادوا حكموا بزاف ناس عندهم علاقه به في بزاف جهات في لا هولند، وكامل هاد الناس اللي حكموهم كانوا يروحوا لبنادم واحد اللي هو كوينسي بروميس. هنا لا بوليس خلاص عندهم دليل بلي السيد هذا مهرب، والحادثه تاع وليد عمو ما كانش ناوي يطعنه برك، كان ناوي يقتله. صح المشكل انه ما كاش كيفاش يجيبه، باسكو سي بوتين ما عندوش ولا ما سينياش على الاتفاقيه تاع تسليم المجرمين مع لا هولند. دونك بروميس راهو عايش لا بلفي في الروس، يلعب بالون، يجيب دراهم، يصرف دراهم، وسيرتو البيزنس تاعو مازالو يمشي. في العام الرابع تاعو مع سبارتاك موسكو قرر يدير عفسه. بروماس هذاك الوقت كان يحاول كيفاش يلقى طريقه باش يدخل البلاد بلا ما يتوشيوه، ولا كان ناوي يسلم روحه بشرط انهم يخففوا عليه الحكم تاع 18 شهر هذاك. قال لهم تخلوني ندخل نسلم روحي، بصح ما نجوزش 18 شهر، نجوز 6 شهور برك ولا 5 شهور، ولا تلقاوني هيك وتعرف وانا جوار بروفيسيونال واني حاب نلعب بالون واني حاب نعاود نلعب في ليكيب ناسيونال، وكنت تعرفوا شغل شويه كلمات هكايا حاب يلعبها لهم. بصح لا هولند ما كانوا حابين يديروا حتى اتفاق معاه، بمعنى واحد اخر على بالنا واش تكون وجايبينك بصح ما جابوهالوش هكذا بيان سير، باسكو لو كان جابوها له هكذا ما يخرجش من الروس حياته كاع، يكمل حياته كومبلي في الروس. دونك بداو يلعبوا له على الوتر الحساس، ولا كيما نقولوا حنايا قاعدين يديروا له في الزيت. قالوا له بلي خلاص ما راحش نجرو موراك كامل، تقدر تروح لاي بلاد حبيت، وما راحش نعتقلوك. بصح واش ما تدخلش للبلاد باسكو هكذا كلي راك تعفس علينا، دونك اذا دخلت للبلاد نحكموك. وكما كان الحال على حساب الشوفه حبيبنا بروماس طلق روحه شويه وحبس من سبارتاك موسكو وراح للامارات. كما قلنا حبيبنا يحب الدراهم ودار هذا الشيء كومبلي على جال الدراهم، وجاتو اوبورتونيتي باش يدير دراهم كثر وبالك يهرب زطله للامارات. دونك قال لهم ياه عيطوا لي. جاه عرض في الدوري الاماراتي وقيل ماشي مين با الدوري الاول، في الدوري الثاني تاع الامارات، وراح سينيا في ايكيب اسمها يونايتد اف سي، اللي واحد ما يعرف جدها، نعرفه غير يونايتد ونعرفوا اف سي بصح ما نعرفوش شكون هذه يونايتد اف سي. المهم بروماس لعب 6 شهور تما برك، في هاد 6 شهور لعب 20 ماتش ماركا فيهم 19 مبيت. السيد كان طاير برك، طاير في الدوزيام ديفيزيون تاع الامارات. سمح ببنا مازال يتالق رغم الظروف، راك شايف. صح كيما قلنا لعب غير 6 شهور تما، ما كملش العام، ماشي باسكو راح ليكيب وحده اخرى، لا باسكو صدموا عليه لابوليس للدار ورفدوه من الدار. السيد ما كان فاهم والو حتى لقى روحو في لا هولند في المحكمه، جبدوا له كامل الارشيف تاعو واتهموه، ولا بمعنى واحد اخر اسيراو باللي هو اللي كان السبب في تهريب 1388 كيلو تاع غبره، واللي حكموهم عند فاميلتو والناس اللي قرب منه والناس اللي كان يتواصل معاهم بزاف، واللي كامل الخيوط كانوا يديو له. بعد ما كان عنده 18 شهر سجن غيابي، القاضي زاد له فوقهم شويه بزاف ولا بزاف اللي هما 6 سنين ونص. ودوكا في 2026 كي رانا نحكيو عليه راهم جوز عام وشويه في الحبس، مازالوا قوجا 5 سنين كمل لي جوزهم. وبيان سير لا كارير تاعو تاع البالون خلاص هنايا، باسكو دوكا يخرج من الحبس في عمره 40 سنه بعد ما كانوا الناس يقولوا بروميسي كانت عنده لوبورتونيتي باش حرفيا يرفد البالون دور، جوست باسكو طمع في دراهم كتر، لا حب يدير دراهم كتر في حياته، ما على بالناش. وعلى هذه الواحد لازم يعرف بلي لازم يستقنع بوش عنده ويرضى بالقليل وما يكبرش كرشو. مالغري كي بروماس كان عنده بزاف، يعني ما كانش عنده قليل، كان عنده بزاف. سيد كان عنده طوموبيلات، كان عنده الدراهم، لي سبونسور هكاكو، لا
نبيع الزطله، انا نحب نبيع الزطله. الزطله تجيب لي دراهم اكثر. دونك هذه هي، اذا كاين واحد صغير هنايا ويشوف فيا وراه حاب يولي فوتبولر، لا تكن مثل بروماس، ما تكبرش كرشك. وهذا ما كان، هذا واش كان عندنا في الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبك، واذا عجبك وحبيت تدعمني بارطاجيه مع اصحابك باش تكبر لاشان. وهذا ما كان اليوتيوب يقول لك باللي هذا الفيديو راح يعجبك، وش رايك تضرب عليه طله؟